كل سنة وانتم طيبين. لو أول مرة بتشوفوني، أنا نسمة عباس. عملنا مع بعض البيتي فور وبسكويت الزبدة. النهاردة هنكمل ونعمل بسكويت النشادر الفلاحي، حاجة كده عسل، لزوم السقسقة في الشاي، بس طعمه ولونه روعة زي ما انت شايفة كده. بس بالله عليكي تعملي لايك للفيديو وشاركي في القناة عشان الفيديو يترفع وناس كتير تستفيد. شايفة الجمال؟ بصي اللون، وانا هسمعك صوت بقى القرمشة وخفيف زي الريشة. سمع الصوت بقى، سمعك اهو، مقرمش وجميل. بس يلا بينا نخش على وصفتنا على طول. انا معايا هنا بيضتين بحرارة الغرفة، تمام، ومعايا كوباية الا ربع من السكر البودر، ومعايا فانيليا دريم اللي هي بالبرتقال. ما عندكيش هحط معلقة من التانج وعليها كيس من الفانيليا، بس كده. معلقة من التانج وعليها كيس من الفانيليا. لو ما فيش فانيليا البرتقال بتاع الدريم، انا عايزة ادي طعم البرتقال للبسكويت. لو حابة تعمليه فانيليا عادي، شيل الخطوة بتاعت البرتقال دي من الموضوع. وانا حطيت هنا روح البرتقال برضو عشان تديله اعلي طعم البرتقال اكتر وريحة البرتقال. وهحط، كان عندي لون طعام، عندك اوكي، ما عندكيش مش لازم، مش حاجة اساسية. انا عايزة بس اعلي اللون الاصفر شوية عشان يدي لون حلو، مش اكتر من كده. لكن ولا هيأثر على الوصفة ولا على القرمشة ولا الطعم ولا اي حاجة. معايا هنا نص كوباية من الزيت، ممكن احط نص كوباية من السمنة، ممكن احط نص كوباية سمنة على زيت اللي تحبيه. بس لو انتي مش متعودة على طعم الزيت في البسكويت، حطي سمنة على زيت في الاول، بس هو طعمه روعة حقيقي سواء بكده او بكده. معايا هنا نص كوباية من اللبن الدافي، تمام، ومعلقة كبيرة من النشادر. هقلب ده كله على بعضه بسرعة بسرعة عشان بيعمل فوران سريع، هتلاقي كله بيفور بسرعة. هحط ده على بعضه بقى واقلب كويس جدا، تمام. اهي هكون محضرة بقى معايا نص كيلو من الدقيق المنخول. ده دقيق متعدد الاستخدامات، دقيق بسكويت اللي موجود، ورشة من الملح، وربع معلقة صغيرة بيكنج باودر. وهلم بقى ده كله مع بعضه، تمام. تقدري بقى تضعفي المقادير زي ما انت عايزة. انا عاملة هنا على مقدار نص كيلو دقيق، تقدري تضعفي المقادير زي ما انت عايزة. وعلى فكرة ده ينفع للكيس وينفع للمكنة، انتوا هتشوفوا في الاخر. بس البسكويت احنا مش بنعجنه، احنا بنلمه لحد ما الدقيق يختفي زي ما انت شايفة كده بالظبط. بصي مش بتلزق في ايدي، يعني تقدري تحطيها في المكنة عادي خالص. انا شكلتها كده اهي زي ما انت شايفة، وهديها بقى شكل بعد كده اللي هو ايه، الفلاحي بتاع زمان، اللي هو شكل النجمة الملفوفة ده. والقمع اللي انا بستخدمه القمع النجمة اهي. بصي ما فيش، عايزة اقولك الوصفة كلها بالتسوية ما خدتش نص ساعة مني. حاجة سهلة وسريعة وحلوة اقتصادية وتفرحي الولاد بيها. بس من اول ما بديت اعمل البسكويت هسخن الفرن على درجة حرارة 180 وادخله فيه، هيطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، خفيف زي الريشة ولونه روعة ومقرمش وحلو. اول ما هيطلع هتحسي انه طري شويه، سيبيه لتاني يوم هتلاقيه زي ما انت سمعتي كده الصوت بتاعه مقرمش وجميل. بس كده، استنوا بقى بقيه وصفات العيد. كل سنه وانتم طيبين.